كونيتشوا ميناسان ميكي ديسيو، اهلا بيكم في فيديو جديد. إيه رايكم في الكاركتر دي كاركتر 2D مستخدمينها من على موقع بوس، ولكن هي مش الكاركتر بتاعتنا عشان لو حد بيستخدمها ما حدش يزعل مننا. الهدف منها بس ان انا اوريكم ازاي ان انا بحط اكسسوارز للكاركتر بتاعتي جوه برنامج فيتيوب ستوديو. انا الكاركتر بتاعتي حلوه وحاطط وراها باك جراوند ولكن لونها ابيض. انا مختاره اللونها ابيض عادي عشان ما يبقاش فيه ازعاج لاي حاجه. انا بقى عايزه احط لها اكسسوارز زي ايه مثلا؟ عايزه احط مثلا انها ورا كرسي مثلا، عايز احط انها يعني اي حاجه من الاكسسوارز. اجيبها ازاي؟ خلينا نبص اول على الاكسسوارز اللي البرنامج بتاع فيتيوب ستوديو موفرها. ايه مثلا؟ هضغط ضغطتين وهضغط على من عندي علامه الصور دي، هضغط على ايتم سيتنج اللي هي دي. طيب دي كل الاكسسوارز اللي البرنامج موفرها. موفر لي هنا سراير، في هنا حاجات بيبسي وريد بول، في عندي اكسسوارز كتيره، في عندي مثلا ودان قطه، طبعا هي عندها ودان مش هينفع احطها ودان. في عندها ملابس كمان، حاجات كتيره من الاكسسوارز ممكن نضيفها. في ودان من دي، في ديل، في حاجات كنبه مثلا لو انت بتاسس الحاجه بتاعتك. في كرسي مثلا، بصراحه اكتر حاجه ابهرتني هي الكراسي اللي هنا. في حاجات من دي ميكروفون مثلا، احنا ممكن نجيب ميكروفون، اضغط عليه سيلكت وبيقول لي عايز الميكروفون يبقى قدام الشخصيه اهو. ده بتحكم فيها قدام الشخصيه بتاعتك ولا وراها. لا انا عايزه قدامها. خلاص كده واضغط اوكي، انا كده عايزه قدام. فظهر لي الميكروفون وبعمل بالرولة بتاعه الفاره بصغره او بكبره اهو على حسب المكان اللي انا عايزه فيه. وكده ايه رأيكم في الميكروفون اللي لازق فيها ده اهو؟ ممكن انقل مكانه وليكن هنا مثلا اهو، وبكده هو بيتحرك معاها اثناء ما انا بتكلم في نفس الاتجاه بتاع بقها. طيب دي اول اكسسوارز. ممكن احط ايه تاني؟ ممكن احط، انا عايزه كرسي بجد، نفسي في كرسي قوي ان انا احطه طالما مش عندي في الواقع. ممكن نختار ده وسلكت. برضو انت عايزه قدامها ولا وراها كده؟ لا انا عايزه الكرسي يبقى وراها، الكرسي بيبقى ورا، وبعدين اضغط اوكي فظهر الكرسي اهو. احاول ان انا اكبر حجمه عشان خاطر يتناسب اهو معاها كأنها هي قاعدة عليه، ويتحرك معاها كده كأنها وهي ماشية كأنها قاعدة عليه. ايه رأيكم كده؟ كأن شخصية الفيديو بتاعتي وراها كرسي وماسكة ميكروفون وبتتكلم فيه. ايه رأيكم في الاكسسوارز دي؟ طيب خلينا نغير الباك جراوند بقى بالمرة. ولكن مثلا انا عندي الباك جراوند دي سيلكت، لو شلت الاكس ده. ايه رأيكم في فيديو زي ده لما انت تطلع مثلا بمحتوى اليوتيوب بتاعك بباك جراوند؟ احنا متعلمين في الفيديو اللي فات ازاي نحمل الباك جراوند، وقاعدة على كرسي زي ده وماسكة ميكروفون وبتتكلم فيه. يعني ايه رأيك في حاجة زي دي؟ تحفة 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 اكتر مما تتخيل. سواء بقى بتعمل كده على البي سي او على الموبايل، فالاتنين واحد تماما. طيب لو انا عندي اكسسوارز معينة مثلا انا عايز اضيفها، انا عايز اضيف الاكسسوارز بتاعتي، اعملها ازاي؟ هقول لك اهو. اول حاجه هتخرج بره، خلاص احنا كده خرجنا بره. هنروح لبرنامج ستيم. لو انت على البي سي الفيديو ده متاح ليك ان انا اقول لك ازاي تحط اكسسوارز في قلب برنامج فيتيوب ستوديو على البي سي. لو انت على البي سي فانت اوريدي محمل فيتيوب ستوديو من على برنامج او على موقع ستيم. فهتفتح ستيم، هتفتح اللعبه بتاعت فيتيوب ستوديو عليه اللي انت محملها، هتجيب الحاجات اللي انت محملها وتضغط عليها كليك يمين، بعديها تروح مانج، وبعدين تروح على براوزر لوكال فايلز. ليه عايزه اروح للفايل بتاع لعبه فيتيوب ستوديو من جوه؟ طيب بعد كده هتضغط على فيتيوب ستوديو داتا، وبعديها تضغط على ستريمينج اسيست. بعدها شايف الحاجات الكتيرة دي، الحاجات دي كلها احنا ممكن نضيف عليه اضافات. يعني احنا كنا قلنا قبل كده لايف 2 دي موديل ده بنحط فيها الكاركتر بتاعتنا عن طريق ايه؟ بنعمل فولدر جديد ونجيب الملف المضغوط بتاع الكاركتر بتاعتي اللي انا محمله من على موقع بوس، او لو انتم محملينه من على التليجرام عندي، وتفكوا ضغطه جوه الملف. في البي سي زيه هو بالظبط، مفيش اختلاف. طيب انا مش عايز لايف 2 دي موديل، انا عايز ايه؟ الايتمز. بص كده على الايتمز هتلاقي دي كل الايتمز اللي احنا لسه شايفينها من شويه جوه. الكرسي اهو، الكرسي اللي احنا ضايفينه هو ده. طب انا بقى لو عايز عندي بقى معايا صوره لايتم تاني، يعني مثلا معايا صوره مثلا لايه؟ لطاقيه مثلا،
انا محملها من على جوجل، محمل طاقيه مثلا في شكل صوره بي ان جي عاديه، قال لك هات الصوره اسحبها وحطها في قلب الملف ده، بس كده بس كده، قال لك هتضاف على طول في قلب البرنامج. يعني تحمل كل الاكسسوارز اللي انت عايزها كصور عاديه بي ان جي من النت، وقوم حطها في قلب الملف ده. الملف ده اسمه ايه؟ ايتمز، اللي جوه ملف ايه؟ ستريمينج اسيست، اللي جايبينه منين؟ من فيتيوب ستوديو داتا، اللي هو اصلا جوه فيتيوب ستوديو اللي احنا لسه جايبينه مع موقع ستيم، وجبنا الملف الداخلي بتاعه للجهاز. يبقى احنا لو رجعنا للخلف اهو، دخلنا الايتمز اللي جايبينها من ستريمينج اسيستنت، اللي جايبينها من فيتيوب ستوديو داتا، وده كان اصلا ده اللي جوه البرنامج بتاع فيتيوب ستوديو اللي جبناه من موقع ستيم. اتمنى كده يكون الشرح كافي بالنسبه لكم لو احنا اتكلمنا على ازاي نضيف الاكسسوارز بالنسبه للبي سي. هنتكلم بقى في الفيديو الجاي ازاي ان احنا نضيف اكسسوارز للموبايل. بقى هنستخدم نفس الطريقه العاديه اللي هي ايه؟ هنروح برضو نجيب الزي ارشيف، ونجيب برضو الملف بتاع فيتيوب ستوديو، وندور على اندرويد وبعديها داتا وبعدين دينيتشي فيتيوب ستوديو، وهكذا. هنقول لكم في الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه، سايونارا.